اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بنشوف الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. هنعمل النهارده الفطير المشلتت الفلاحي بطريقه سهله جميله، واقول لك على اسرار نجاحه وازاي يطلع معاكي بالطراوه والتوريق دوت، وهنعمله بدون زبده توريق. شايفين الجمال والحلاوه؟ هقول لك ازاي يطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. بص والله تعدي رق حاجه كده تحفه. كيلو دقيق اللهم بارك، عملت الثلاث فطيرات دول. يلا نقول بسم الله ونشوف الفيديو. اول حاجه كده ومبدئيا معايا كيلو من الدقيق او الطحين. المكونات بتاعتنا النهارده دقيق وميه وملح بس. طبعا ده دقيق اسمه دقيق المروه، ممكن تستخدمي نوع اي دقيق بس يكون متعدد جميع الاستخدامات. وعامه الدقيق الكويس في الفطير المشلتت المروه والاهرامات. الاهرامات احلى من المروه كمان. فعشان طبعا احنا جايبين الدقيق سايب من عند العطار فلازم انخله. هننخل كيلو الدقيق الاول. والمكونات بقيه الفيديو بتاعنا النهارده اللي هي ميه وملح، ما بحطش غير كده للفطير. خلاص معايا بقى ايه دول حوالي 3 كوبايات ونص من الميه، 3 مجات يعني. طبعا مش هاخدهم كلهم، الميه بحطها بالتدريج. حطيت معلقه ملح كده وسط صغننه، قلبتها كويس ودوبتها حلو. وبعد كده هنزل بالميه تدريجي كده وهلم العجينه. حبيت بقى افطرهم النهارده فطير، قلت ايه قمت صحيت بدري النهارده قلت هقوم اعمل لهم فطير، نفطر فطير النهارده وعسل. خلاص زي ما انتم شايفين بقى معايا كده. هلم بقى الدقيق خالص خالص والم العجينه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين عجينه الفطير بتبقى طريه، طريه ولينه، لا هي اللي بتبقى طريه قوي ولا يابسه قوي عشان تفرد معاكي بكل سهوله. هلم العجينه، واهم شيء تخدميها في العجن كويس. هتخدمي العجينه كويس هتديكي نتيجه كويسه جدا في الفطير. بصوا فضلت اعجن فيها لما بقى ليها عرق. خلاص بعد كده بقى بايدي بنقط شويه ميه كده وبرضه الم العجينه. هاخدها بقى على الرخامه كده واديها برضه حبه عجن حلوين. زي ما قلت لكم يبقى فيها تلزيقه كده وبتبقى طريه، ما تقلقيش خالص خالص من الحته دي. طبعا عشان انا ايدي فيها عجين فبتلزق في ايدي بس مش اكتر. اول ما بتغسلي ايدك بتبصي تلاقيها ملطت خالص، بس خلاص كده. بصوا العجينه ليها عرق وزي الفل قوي معايا. هلم بقى العجينه واحطها في الطبق. بس كده. بصوا العجينه حته ملبن. نجيب بقى الصينيه وتعالوا بقى ايه نقرص الفطير بتاعنا. هنقطع بقى القطعيات بتاعت العجينه. حطيت في الصينيه كده حبه زيت صغيرين، ودهنت ايدي بشويه زيت. اول حاجه كده هعمل قعريه الفطيره. خلاص هعملهم على 3 فطيرات. ممكن تقدري تعمليهم على فطيرتين كبار، ممكن تعمليهم على 3 فطيرات وسط زي ما انا ما عملت، ممكن تعمليهم على 4 فطاير 5 فطاير. ده الكيلو دقيق زي ما تحبي. انت بقى بايديكي عايزه الفطيره وسط كبيره صغيره بايديكي انت. انا كده قطعت الثلاث فطاير بالظبط، دي القعريه بتاعه الفطير من تحت. وبعد كده هنقطع الرياء بتاعه الفطير اللي هي الصغيره دي. بعملها في حجم الليمونه كده او اكبر من الليمونه شويه. خلاص بعد كده بقى بعد ما بقطعه بسيبه بقى يرتاح شويه. اهم شيء اقطعه واروح دهنه وشه زيت علشان ما ينشفش معايا، او لو مش هتديني وشه زيت غطي العجين بتاعك. بس بعد ما قطعت بقى الكميه كلها كده اللهم بارك. بصوا ما شاء الله كده حلو قوي زي الفل، بايدي بقى كده ودهنه زيت خفيفه على وش التقطيع. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق بس علشان تفرد معايا بكل سهوله. دوت بقى الزبده اللي هي الجاموسي البلدي. هحط عليها معلقتين سمن كده اللي هو السمن النباتي العادي، واقلبهم ببعض. ده اللي هحط بين الرياء وهحطه ووشش بيه وش الفطيره. ممكن تستخدمي سمنه على زيت، ممكن تستخدمي اي نوع زبده عادي خالص براحتك. المتوفر عندك اشتغلي بيه. بس انتوا عارفين طبعا الفطير من المعجنات الجميله جدا اللي بتحب السمنه البلدي. بس كده بقى جبت الصينيه بصوا بقى بعلم بصبعي ليه كده عديت 12 وحدايه من الصغيرين دول هيبقوا ايه الرياء بتاعه الفطيره عشان ما انساش. بعلم بصبعي كده علمت 12 واحده. وابدا بقى هفرد القعر بتاع الفطير الاول اللي هنحط عليها الرياء دي كلها.
جربي كده الفطير بطريقتي هيعجبك جدا جدا وسهل قوي ومش هتخافي ولا هياخد منك اي وقت. اعملي 50 فطيرة بسرعة الصاروخ، مش هياخد معاكي وقت خالص. وما تقلقيش خالص لو اتقطعت منك ولا اي حاجة، كله هيتداوى. بس كده خلاص فردت الفطيرة من تحت. ممكن لو انت خايفة مش هتعرفي تشيليها افردي في الصينية على طول. كده بقى ابدا افرد الرياء بايديك الاتنين كده من تحت لفوق من تحت لفوق، هتلاقيها فردت معاكي حلو قوي. طالما العجينة مرتاحة هتبقى سهلة معاكي جدا. بس كده بصوا، بايدك كده وافردي شمال يمين كده ومن تحت لفوق هتفرد معاكي بكل سهولة. وبين كل رقين او بين كل 3 رياء بحط حتة زبدة، مش كتير قوي يعني، بس لازم بحط زبدة عشان الفطير بتاعك يبقى قلبه حلو كده ومنكوت كده وجميل. ممكن تفردي على زيت، ممكن تفردي على سمنة وعلى زبدة، اللي يريحك خالص برضو. بس بما ان بقى معايا ده ومعايا ده، اللي بلاقيه قدامي بفرد بيه على طول. بين كل رقين بحط زبدة بسيطة كده. بصوا طالما العجينة مرتاحة بتريح معاكي في الفرد. اللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا بتمنى تحطوا لايك يا جماعة، حطوا لايك وكومنت حلو منكم. جبر الخواطر على الله، ربنا يكبر بخاطركم ويرضيكم اللهم امين. ودعوة حلوة بقى كده من قلبكم، ربنا يشفي جوزي ويعفو عنه ويشفي كل مريض اللهم امين. بس كده خلاص. هاجي بقى على اخر رقين ممكن احطهم على بعض واروح فرداهم. ممكن تعملي كده وممكن تفرديهم رق رق عادي خالص براحتك. تعالوا بقى اوريكم هنلم الفطيرة ازاي. هحط زبدة بقى. بالنسبة بقى يا بنات اللي ما بيروحلهمش اشعار بالفيديو، بالله عليكم الغوا الاشتراك بس تشتركوا تاني، تفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني كل اشعار فيديو انا بنزله فضلا وليس امرا. انتوا اخواتنا وحبايبنا، علشان في ناس كتيرة جدا جدا ما بيروحلهاش اشعارات بالفيديو. بصوا بقى جيت على اخر رقين انا حطيتهم على بعض ورحت فرداهم. ليه؟ لان هوشش بيهم الفطيرة وهلم الفطيرة. بس كده بصوا، تعالوا بقى نشوف هنلم الفطيرة ازاي. بلم بس المفرش علشان عليه السمنة عشان ما تمسكش في قرية الصينية. بصوا بقى لميت من الجنب ومن الجنب، وبعد كده جبت من ناحية دي ومن ناحية دي ورحت قلباها. وبايدي بقى كده بروح لماها ومدوره فيها. خلاص بصوا بقت ما شاء الله زي الفل. نسيبها ترتاح بقى عقبال ما نعمل الفطيره التانية. كده فردت قرية الفطيره زي ما انتم شايفين، وحطيتها برضو في الصينيه التانية. هبدأ بقى افرد الرياء بنفس الطريقه زي ما انتم شفتوا معايا في الفطيره الاولانيه كده. وبحط بين كل رقين او كل 3 رياء زبده، زبده على سمنه اللي في الطبق اللي انتم شايفينها معايا دي. اهي بصوا من تحت لفوق كده بتفردي من تحت لفوق على طول. اهي بصي العجينه ما شاء الله بتفرد معاكي سهله قوي قوي. اهي تعالوا بصوا من الجنب ده ومن الجنب ده بلم، ومن هنا ومن هنا، وبعد كده بروح قلبه الفطيره. بس قلبتها وكده ما شاء الله زي الفل قوي. كده بقى كنت خلصت ال3 فطاير بنفس الطريقه. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 200. هتحطي تحت على الصاجه الاول، هتلاقيها اخدت لون ذهبي من تحت، هتروحي قايده عليها شوايه تاخد وش وخلاص. بنفرد بقى الفطيره زي ما انتم شايفين، بفردها بايدي كده بوسع الصينيه. انت طبعا بتفردي على حجم الفطيره، لو الفطيره بتاعتك كبيره وهتاخد الصينيه كلها افردي براحتك. الفطيره الصينيه كبيره عليها افردي على قد ما الفطيره تفرد معاكي. وبعد كده بروح حاطه زبده على وشها، وبعد كده هتدخل الفرن. تعالوا بقى بصوا بعد ما دخلناها الفرن اللهم بارك، بصوا قبه وجميله قوي قوي. طبعا هي تاخد لون من تحت، وبعد كده رفعتها على الشبكه فوق وقدت عليها شوايه. وبايديكي كل شويه بتديري الصينيه. وادي الفطير بعد ما خرج، اول ما بتخرج هي سخنه بديها بخه ميه علشان الوش بتاعها ده ما يتكسرش معاكي. بس كده. تعالوا بقى نجيب كده ايه حاجه ونقطع الفطير ونشوف قلب الفطير عامل ايه. بصوا من تحت زي فوق، مقلي تحت وفوق اللهم بارك. المقص بقى انا كده قطعه بس علشان التصوير بايديكي طبعا وبنقطع. بصوا والله يا بناتي تعدي رق، ايه رايكم؟ بصوا قلبه عامل ازاي، تحفة. طري جدا وحاجة كده بجد روعة. رق كده الرقان بتاعته شفافة وتحفة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.